هاني جيت ولا تقولوا ما جيت وجبت كيف ما العاده. اخوتي خواتاتي، تحياتي لكم، تحياتي للمتابعين الزوينين فيما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. تحياتي لخوتنا الجزائريين التوانسه والمصريين حتى هما، تحياتي لكم. تحياتي لاي واحد كيتبعنا من اي مكان في العالم. كيف ما العاده اخوتي، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، عطونا اللايكات ديالكم وبارطاجوا لنا الفيديو اللي عجبكم اكيد مع الخوت والخواتات والاصدقاء والاحباب. ودائما كنقول لكم البحار الحباب. خوتي خواتاتي، رحب بالناس الجداد والناس القدام حتى هما، تحياتي لكم وشكرا لكم من القلب الى القلب. وغنقول الناس اللي كتشوف قناه دينا لاول مره ديروا ابينو وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد، باش حنا بدورنا نعطيوكم الحقيقه في الدقيقه. المهم قبل ما ندخل في الموضوع، غنقول لكم بعدا جمعه مباركه، باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والسلامه، ويعطيكم ربي ما كتمناو في خاطركم، خليكم ربي وليداتكم والله ينجحهم لكم. اكيد كلشي دابا كيتسنى النتائج ديال وليداتو، ان شاء الله يا ربي يجيبوا شي حاجه اللي تكون الثمره ديال المجهود ديالهم. علاش لا يا ربي، والله يوفق كاع الوليدات، واللي ما عندوش الله يرزقو الذريه الصالحه، واللي عنده شي والدين الله يخليهم ليه، واللي ما عندوش الله يرحمهم ويوسع لهم ضيق القبور، واللي امراض الله يشافيهم ويعافيهم. وهذا ما كان اخوتي. واللي ما مجوجاش الله يجيب ليها شي نقره فين يقبل نحاسها، وكذلك هو مثال للراجل حتى هو لا ما عنده، الا ما مجوجش الله يجيب ليه اللي فيها الخير ان شاء الله يا ربي. شي بنت الناس حتى هي اللي تصبر وتكافح معاه وتكمل معاه الرساله، علاش لا. خوتي خواتاتي، الموضوع باش نفهموه مزيان هو كاين فيه بزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المعاني. الحقد والحسد، راه قلت لكم انا يمكن هذه شي جوج فيديوهات هضرت على هذه النقطه هذه بالضبط. الانسان اللي كيكون كيضيع وقته وهو حاسدك وكيبغي يهاجمك ويبغي يطيحك، الله العظيم ديك المجهود اللي كتبذله اولا اللي كتعطيه في انك تطيح واحد الشخص مع الله ورضات الوالدين، راه بحال كتكب الماء في الرمله. يعني بدل انك تضيع عليك المجهود في داك الشيء هذاك في اذيه الناس، ضيعوا على الاقل شوف كتعمل شي حاجه لراسك وشوف الحياه ديالك فين غاديه في الهاويه. فطبعا صفريتي البارح كلا اظفار البارح يمكن يكون تقولب يمكن يكون بيعوه العجل، ويمكن لا، لانه وجات مع الاطماع ديالو، مع الاهداف ديالو، مع يعني داكشي اللي بغى. صافي قال يا ودي لقيت كيفاش هذا، لانك تعرفوا صفريتي الا جينا نشوفوا غير القضايا اللي كثيره اللي دازت اللي كان كيتهم بها علي، لو كان انه يلقى شي دليل كان غيحطو. ودابا باش تاكدوا مليون في المية على انه هو لا لقى شي حاجه ولا كانت عنده شي حاجه فعلا على علي، ما كانش غيتردد ولو ثانيه وحده على انها يحطها باش انه يغرقوا. دابا ملي شدت لي عضت ليه هذه بغى يشد القضيه. حنا عرفنا شكون اللي كيصيفط السكرينات، شكون اللي كان صاحب القناه، شكون هذه. المهم هذيك الخبايا كلهم، ديك الالعاب وديك ديك الفبركه اللي كيعملوا زيد. فهنا انا غادي نهضر حاجه وحده، غنقول لكم بان حتى قضيه السلاح، القضيه ديال الكاميرا اذا فيها الفبركه. صافي هنا كتسالى الهضره. انا بالنسبه لي يعني هنا المعنى واضحه، لان اللي كيعمل هذه يعمل حتى الاخرى. صافي اللي عمل هذه يعمل حتى الاخرى. اذا هنايا القضيه واضحه. بالنسبه للسيده اللي خرجت البارح، نتوما شفتوا البارح السيده خرجت، واليوم شفت واحد الاوديوهات اللي يعني انا غنقول لكم بعدا قبل ما نهضر على هاد النقط هادو، غنقول لكم الصدقه ديال وصل والله العظيم ما كتعطلكمش، والله ما كتعطلكم. سبحان الله. على داكشي قلت لكم البارح في الفيديو ديال البارح، على ان ملي خرجوا كيكذبوا على الكسيده باش ما يطيحوش في هذا الموقف، ديال انه يعني راه دار كسيده، راه دعوه الوالدين، راه مسخوط الوالدين، هادي باش ما بحال اللي كيقولوا زعما باش يشمتوش فينا، او لا يقولوا بانها اللي قلنا. هو فعلا حتى الشهر ما كملش على العمليه ديال با، ما كنظنش كمل الا ما خفت نكتب. يعني سبحان الله، راه ربي دغيا كن فيكون. هذا هو المشكل ديالكم، انكم ما كتاخذوش العبره من الحاجه اللي كتوقع لكم، او
الميساجات اللي كتعطاو لكم من عند الله سبحانه وتعالى. حيت الحسد والحقد والغيره اللي في قلبكم والغل اللي في قلبكم من جهه وصال عالي كيخليكم تعماو، ما كتعمى لكم البصيره، ما كتبقاو تشوفوا وحداكم، كتشوفوا حاجه وحده، كتشوفوا فقط انني خصني ندمر داك الشخص. انا قلت لكم الصفريطي يعني لقى العضه راني ما بغاش يرحموا، مع العلم ان طلعوا شي وحدين في الاول كيقولوا انها قصير وانها مراهقه وانها السيده عندها 24 سنه، يعني انسان بنت راشده عارفه اش كتعمل. حنا ماشي شغلنا بالحياه الشخصيه ديالها، لان اللي ملي نشوفوا بغيت نشوف انا هاد النقطه هذه كامله وهاد الهضره هذه كامله اللي جالسين ماسفين البنت ودار ليها وفعل ليها وبقات فيهم وزيد. دابا البارح ما بقاتش فيهم، هذاك النهار بقات فيهم وزيد زعما على اساس انهم اسفين ليها. الا اللي كيتاسف لوحده وكتقولي انت مراهقه وماسفه ليها تمشي تنوضي تعمل ليها التشهير تشوهي السمعه ديالها، مثلا واش اللي بقات فيه يعمل بحال هكاك؟ وزيدون من هادشي هذا كامل هي اللي مضروره، وانتوما مالكم؟ عملتكم محامين عليها، ها هي خرجت دابا. انا كنقول لكم يعني ملي خرجت بهذه الطريقه وخرجت على انه ودابا الصفرتي كحلتيها، لان شوف انا قلت لكم الصدقه ديال الوصال والله العظيم لا خرجت فيكم. علاش؟ لان هي على نيتها، هي على نيتها. وملي كنقول لكم مشى بالنيه ديالها على انها يعني واحد الانسانه قلبها صافي، ما كتبغيش الظلم على شي حد، ولكن هي تعرضت للظلم كثير كثير كثير، هي والوالدين ديالها الحاج والحاجه. ما عرفتش انا هاد الناس. يعني البارح اللايف راه كنشوف يعني ملي خرجت ليه وهضرته هذا ما بقاتش مسكينه، ما بقاتش لا بقات فيهم ولا هو يعاير ويسب وهو يعاير ويسب. مالك؟ ماشي دابا كنتي كتدافع على السيده انه عالي استغلها وهذا وزيد وانتوما اللي كتصنتوا ليها وكتصفقوا ليها، كتصفقوا ليه هو. يعني اذا هنا كنستنتج حاجه وحده، كاين ايادي خفيه اللي كتبغي تدمير العلاقات الزوجيه، العلاقات العائليه، العلاقات الاسريه. يعني كاينين ايادي خفيه كتساهم في تدمير العلاقات العائليه في المغرب. انا نقول لكم من الاخر، لان كاينين ناس ما كنعرفوهمش، كاينين اللي فوكونت، كاينين بزاف ديال الحوايج. انا نجيكم حاجه وحده. دابا انت الصفريدي دابا ملي غرقتيها وهذا خصكم تعرفوا ان ملي قلنا لكم داك النهار، قلنا لكم اي حاجه محسوبه على الاشخاص او لا المعني بالامر، سواء كان صاحب قناه سواء كان كونت كيكتب، يعني كيجبدوك. هانتوما مؤخرا فوقاش المهم البارح ولا البارح المهم حكموا على واحد الشخص مجرد انه كتب واحد التعليق كنظن 3 الحروف مشى فيها 7 سنين. صاحب تعليق عرفوا شكون هو ومنين وهذا ومشى فيها 7 سنين. بالاحرى الا كان الانسان كيتجاوز الحدود ديالو وما كيخلي ما يقول صبرا جميلا. نقول لكم يعني اي واحد كيتجرأ انه يمس بالوالدين، كاين العقوق، كاين التحريض، كاين راه السيد كان كيحرض. ما تنساوش الصفرتي راه عنده ملف ديالو موسخ، غرقتي حتى لودنك. شتي انت غرقتي حتى لودنك. هذا هو اللي بغينا نوصلوا لك، لان كل ما كنقولوا لك حنا ريتي انت كتزيد. وهذا النوع هذا حنا ملي كنقولوا له اسكت ولا حباس ولا هذا اكثر ما هو كيزيد. اذا هنايا الصفريطي جبتي الربحه. ماشي غير دابا يكون غير مع هادي ولا مع بزاف، لان السيده قالت لك طلب راه ماشي غير حنا شنا راه ملتي حطيتي سميتها وكنيتها، يعني دابا ما عندك فين تهرب. ايوا حصلتي حصله خايبه. هنا غنقول لكم والله الا الصدقه ديال الوصال ما كملتش معاك شحال
والجمعه اليوم 8 ايام على حسب لي، يعني على حسب الفيديو. الجمعه 8 ايام. والله يا وليدي، شتي راه من المحصنات كيفاش عامله، شنو من موراها، شتي الظلمات يوم القيامه، شي الصمته كيفاش كضر، ما بقى غتغوت تمايا كل ما كتزيد تخرج، كل ما انا قلت لكم شتي هذا. انا من الناس اللي كنشجعوا خليه يخرج، زيد خرج باش انك تبان للناس وتبان معنيا بالامر، باش عاوتاني تاخذوا فيك الاجراءات القانونيه. لان انا قلت لكم شخص مجرد غتعلق، حتى اصحاب التعاليق راه يسحب لكم نتوما ها كتجلسوا تكتبوا، ولا زعما راه ما غيطلعوكمش. راه كاينه الشرطه الالكترونيه، اي واحد كيتحاسب على اي حاجه كيعملها، راه ماشي السايبه في البلاد، راه ماشي السايبه. اي واحد كيعمل شي حاجه الا وغيتحاسب عليها، كونوا على يقين وطول الزمان ولا قصار. هنا اللي كيهمني انا هو ان السيد يعني برأته السيده على حسب الكلام ديالها، وانها قالت عملت انها شكايه. فنتمنوا ان يعني ان الاعراض ولات الاعراض ديال العيالات بحال الماء. دابا السيد كان متاسف ليها، دابا ملي خرجت ليه باش قلت لكم انا، شو طول ما نتوما معاه لا عمرها سلعه. تخرجوا من عنده ولا تقلبوا عليه شي حاجه ولا تقولوا له لا هادشي هذا راه ما كاينش، لا ما خصوش تقال بحال هكا. دابا هذه عرضاتو، بقات له هادشي اللي رميتي عليا واللي وبغيتي تشتت اسره منسه ديال الناس وزيد يعني صافي. هو طبعا ما غيتقبلش، غادي يخرج فيك طول العام. ما كتبقاش كتولي خايبه وكتولي خارجه، والسيد ردها حامله والسيد دارها. المهم يخرج فيكم العجب العجاب. هذا هو الصفريطي. كونوا معاه انتم مزيانين. علاش كنقول لكم وتناقشوا معانا ولكن ملي كطرح عليه الاسئله ولا تكونوا ضدوه، على داكشي نتوما ما كتقدروش تجرؤوا عليه. اي قناه انا نقول لكم جربوا كونوا ضده في هذه المساله هذه، لان السيده راه خرجات. قولوا له لا، انت البارح كتاسف ليها، دابا كتقول بان هذا لا وتن هنا وقيل حبس. اذا هنا انتم عارفينه، لانه هو لا الا كنتو كتخافوا منه هذه راه ماشي مصداقيه. قناه كتبقى حره، القناه كتبقى حره وكتقول الراي ديالها، كاينه ما كايناش. انا ملي كتجيني شي حاجه لا كانت مع حميمو نقول لا عنده الحق، لا ما خصوش يكون هكاك، لا خصو يكون حنايا مازال كندافعوا عليه اكثر من اننا دابا المشكل هو ان بعض المرات ملي كنكونوا كنهضروا على هذه القضيه ديال الزريعه وديال هادشي كنقولوا بالعكس، بحال حنا كنهضروا على انك داكشي اللي كتعملو راه ماشي في مصلحتك، ومع ذلك هو انعكاسنا طارت معزه. هذا ما كيهمناش، غا هو حنا كنقولوا لكم زعما مثلا نتوما ما كتقبلوش كتقبلوش المعقول بالعربيه، كتقبلوش المعقول وما كتقبلوش الحقيقه على ان هذه هي حقيقه. ما كتقدروش تجرؤوا على الصفريطي. انتم كتشوفوا حاله اللي عامل على هاد القضيه ديال الخيانه الزوجيه، في الاول كان متاسف، دابا لا، دابا ملي خرجت فيه قلب عليها كلشي ولكن شد حنيني والله العظيم انا مازال عطي. انا قلت لكم الصدقه وباقي، الصدقه والذنوب والشي الدمعه ديال الانسان الا حقرتيه والله العظيم راه ربي كياخذ الحق ديال المظلوم في الدنيا قبل الاخره. اكونوا على يقين طوال الزمان ديالك، طوال الزمان او لا قصار، راه ربي راه ما كيضيعش العبد ديالو. اش قلت لكم هما اشياء التخابيه ديال الكسيده غير باش ما يقولوش بان راه دارت الدوره ولا فهمتوا. راه اللي قراه الديب قراه سلوق يا ودي حميمو، وكذبت تعيا. واش حنا راه مرتي الراس غير راه كلشي ساق الخبار واش انت مسطي؟ لا من غتكذب تكذب على المتتبع اللي ما عايش مثلا في البلاد، مازال تكذب على الناس ولكن الناس اللي عارفين المنطقه وعارفين البلاصه وعارفين وجايبين الخبار عندك ما تخبي عليهم. اش قلت لكم انا الوالدين والمحصنات اولا المراه المغربيه مضرب ليها في الشرف ديالها وظلما وعدوانا، والله العظيم ما تخرج لك طريفه، والله العظيم ما تخرج لك طريفه. ولو ان انسان يكون عامل هادشي يكون عاملها وما عملوش ديك الفضيحه نعملوا لهاد البنت نقولوا. لان قلت لكم انا شنو قلت لكم في الاول كيف ما بدات هاد النقطه هذه كيهضروا فيها، قلت لكم البنت الا كانت هي زعما هذا شدها اصلا تمشي، يعني هي الشوهه ليها هي، يعني هما كيقلبوا على شهتها هي. بحال دابا القضيه ديال بنتها مثلا ديال بقيبيقه مثلا، يعني ملي قلنا له حميمو
السفريتي كان كيحط تصويرتها وكيهضر على هذه القضيه ديال هذا وهذا وهذا وهذا، وكنقول له شوف راه كنشوه لك السمعه ديال بنتك، لان شوف اللي كيحط في هذه المسائل هذه الا هو الهدف ديالو تشويه السمعه، راه ماشي انه كيلقى الحل، لا بالعكس كيزيد الطينه بله باش يبرر الموقف ديالو. لانه هو شنو قال لكم عاود؟ قال لكم بان هادشي لقاها في قناه، بحال عمل في القضيه ديال الاوديوهات مثلا ديال اللي كنهضروا عليهم المعنيين بالامر اللي كنعرفوهم المشهورين، قال لك لقاهم غير في القناه، كل مره عاوتاني يخرجوا بهضره. فهمتوا كيفاش؟ هنا خصكم تفهموا المعنى وتفهموا السفريتي شكون هو. والمهم مازال عاطي يعطي. انا قلت لكم اي حاجه، اي واحد، انا كنقول لكم اي واحد تعرض للظلم، تعرض للاهانه، تعرض لهذا، راه ربي راه ما كينساش العبد ثاني الصدقاش. المهم ظلمات يوم القيامه اخوتي. وربي ما كيضيعش المظلوم، ربي ما كيضيعش المظلوم، والحق كيبان طول الزمان ولا قصر، يمكن كياخذ واحد الفتره، يمكن ولكن في الاخير كتكون النتيجه اللي كنشوفوها دابا، انتم كتشوفوا ومازال تشوفوا ان شاء الله. خوتي خواتاتي نكتفي بهذا القدر، نخليكم الى فيديو قادم ان شاء الله باذن الله. في امان الله، مع السلامه.